السر الأكبر للأثرياء. كيف جمع حارس أمن 8 ملايين دولار بينما أفلس مدير بنك؟ في عام 2014 توفي رجلان في أمريكا. الأول ريتشارد فوسكون، خريج جامعة هارفارد ومدير تنفيذي في أحد أكبر بنوك العالم، يمتلك قصراً ب11 حماماً، مات مفلساً ومحجوزاً على بيته. الثاني رونالد ريد، حارس أمن وعامل في محطة وقود، كان يرتدي ملابس ممزقة، مات تاركاً خلفه ثروة نقدية تتجاوز 8 ملايين دولار. كيف هزم حارس الأمن عباقرة الاقتصاد؟ الإجابة ليست في الراتب، بل في شفرة سرية تتكون من 7 أرقام يخفيها الأغنياء عنك. منذ ولادتك تم زرع فكرة واحدة في عقلك: ادرس بجد، احصل على وظيفة براتب عال وستصبح غنياً وتعيش سعيداً. لكن لماذا نرى أطباء ومهندسين ومدراء يتقاضون آلاف الدولارات شهرياً ومع ذلك يغرقون في الديون بمجرد أن يتأخر الراتب أسبوعاً واحداً؟ لماذا يعمل 90% من الناس من أجل المال حتى يموتوا، بينما ينام 10% من الناس والمال يعمل لديهم؟ ما هو الفخ الذي يبتلع راتبك؟ وما الذي كان يملكه حارس الأمن رونالد ولم يكن يملكه مدير البنك ريتشارد؟ دعونا نعود بالزمن إلى الوراء. ريتشارد مدير البنك كان يعتمد على شيء واحد فقط: الدخل النشط، الراتب. كان راتبه $1,000,000 سنوياً، لكن ريتشارد ارتكب الخطيئة المميتة: لقد بنى إمبراطوريته على طاولة برجل واحدة. إذا انكسرت هذه الرجل ينهار كل شيء. على الجانب الآخر، رونالد حارس الأمن كان راتبه لا يتجاوز بضعة مئات من الدولارات، لكن رونالد قرأ في شبابه قاعدة بسيطة لمصلحة الضرائب الأمريكية: الأثرياء العصاميون لا يملكون مصدراً واحداً للدخل، بل يملكون بالمتوسط 7 مصادر. لم يشتكي رونالد من قلة راتبه، بدلاً من ذلك قرر أن يبني طاولة ب7 أرجل. بدأ بالرجل الأولى، الوظيفة، الدخل المكتسب، لكنه لم يعتبرها النهاية، بل مجرد ماكينة لضخ الوقود الأولي. كان يقتطع 20% من هذا الراتب الزهيد وبدأ يزرعه. اشترى رونالد أسهماً رخيصة في شركات يعرفها ويستخدم منتجاتها يومياً. لم يكن يضارب أو يتابع الشاشات مثل المجانين، كان يشتري وينسى. فجأة بدأت هذه الشركات ترسل له شيكات صغيرة كل 3 أشهر في البريد. هذه هي الرجل الثانية: توزيعات الأرباح، dividend income. لقد أصبح رونالد يتقاضى راتباً من شركات لا يعمل فيها أصلاً. ثم جاءت كارثة 2008، الأزمة المالية العالمية تعصف بالجميع. ريتشارد مدير البنك فصل من عمله، توقف الراتب المليوني فجأة، طاولة الرجل الواحدة انكسرت، البنوك سحبت قصره وتراكمت عليه ديون بطاقات الائتمان. لقد تبخرت ثروته المزعومة في هواء الأزمة. أما رونالد حارس الأمن فلم يهتم أصلاً، لأنه في تلك الفترة كان قد بنى الرجل الثالثة والرابعة. إلى جانب الأسهم، كان رونالد يمتلك أرباحاً رأسمالية. الأسهم التي اشتراها ب10 دولارات أصبحت تساوي 100 دولار. ليس هذا فحسب، بل لو كان رونالد يعيش في عصرنا الحالي لكان قد أضاف الرجل الخامسة: الدخل الإيجاري، ليس بشراء عمارات ضخمة، بل بوضع جزء من أمواله في صناديق الاستثمار العقاري ريتس، ليحصل على إيجارات من فنادق ومستشفيات لا يملكها بالكامل، بل يملك أسهما فيها. الأزمة لم تقتله، لأن طاولته كانت تستند على أعمدة صلبة ومستقلة. الآن دعنا نخرج من قصة رونالد وندخل إلى حياتك أنت. لماذا ينجح نظام 7 مصادر ويفشل نظام الراتب الوحيد؟ السر يكمن في كلمة واحدة: الاستنساخ. الأغنياء لا يعملون بجدية أكثر منك، بل يستنسخون أنفسهم. بينما أنت نائم، هناك 6 مصادر أخرى يجب أن تعمل نيابة عنك. أرباح الأعمال profit
تشتري منتجاً ب5 وتبيعه ب10، مثل التجارة الإلكترونية التي لا تحتاج مخازن. الدخل الثابت للفائدة interest، تقرض أموالك لدولة عبر سندات وتأخذ نسبة ثابتة مضمونة لتكون ملاذك الآمن وقت الحروب. الدخل الرقمي وحقوق الملكية رويالتي، هذه هي الرجل الذهبية في العصر الحديث. تصور مقطع فيديو أو تبرمج تطبيقاً بسيطاً أو تكتب دليلاً إرشادياً إيبوك تتعب فيه أسبوعاً واحداً ثم يظل يباع لآلاف الأشخاص لسنوات وأنت جالس على الشاطئ. أنت هنا اخترعت آلة طبع أموال خاصة بك. المعادلة بسيطة ومؤلمة. الفقير يشتري بماله أشياء تفقد قيمتها، سيارة وهاتفاً وملابس، بينما الغني يشتري بماله عمالاً وهميين، أصولاً تجلب له المزيد من المال. نحن الآن في عصر الذكاء الاصطناعي والأزمات الاقتصادية المتلاحقة. دعني أكون صريحاً معك، الوظيفة التي تعتبرها مضمونة اليوم قد يمحوها برنامج كمبيوتر غداً. إذا كنت تقف على رجل واحدة فالسقوط قادم لا محالة، إنها مسألة وقت فقط. رونالد حارس الأمن لم يكن عبقرياً في الرياضيات ولم يكن يملك رأس مال يذكر. كل ما فعله أنه اتخذ قراراً بألا يكون عبداً للراتب. بدأ $50 فقط، لكنه استمر لعقود. السؤال ليس هل يمكنك بناء 7 مصادر للدخل؟ السؤال الحقيقي هو ماذا ستفعل براتبك القادم؟ هل ستدفع للشركات الكبرى لتجعلك تبدو غنياً أمام الناس، أم ستقتطع منه جزءاً لتشتري أصولاً تجعلك غنياً في صمت؟ الاختيار لك، إما أن تبني طاولتك الخاصة أو ستظل طول عمرك تمسح طاولات الآخرين. شاركوني في التعليقات، ما هو أول مصدر دخل سلبي ستفكرون في بنائه بدءاً من اليوم؟ أراكم في الحلقة القادمة.